انت تعرف ان في حاجات في بيتك ممكن تجيبلك الفقر وممكن تزود حالتك النفسية والطاقة السلبية من غير ما انت تحس. معقول؟ في بيوت الواحد بيدخلها يحس بتقل من غير سبب واضح، مش علشان المكان ضيق ولا العفش قديم، لكن علشان في حاجات جوه البيت بتسحب الراحة وتقلل البركة وتخلي الطاقة دايما مش مظبوطة. البيت مش بس مكان بننام فيه، البيت بيكون انعكاس للي جوانا ولتصرفاتنا اليومية، حتى أبسط الحاجات. أول حاجة الكركبة والتخزين الزيادة عن اللزوم، حاجات مكسورة، ملابس مش بنلبسها، أغراض بنحتفظ بيها من غير ما احنا محتاجينها، ونقول يمكن نحتاجها النهاردة أو بكرة، وتعدي السنين وتعدي الأيام وهي لسه مكانها. الكركبة طاقة واقفة، والطاقة اللي متتحركش بتعمل خنقة وتقفل الرزق من غير صوت. تاني حاجة الحاجات البايظة اللي سايبينها، حنفية بتسرب، لمبة محروقة، باب بيسر وبيزيق، أجهزة خربانة ومركونة. كل حاجة بايظة ومهملة بتبعت رسالة إن الإهمال عادي وإن النقص مقبول، وده بيترجم لفوضى في الرزق والحياة. تالت حاجة الكلام السلبي جوه البيت، شكوى طول الوقت، تحسر، نق، وجمل زي دي: مفيش فايدة، الدنيا سودة، مش لاقيين، مش مكفي. في حاجة اسمها طاقة الكلام. الكلام ليه طاقة، والكلام اللي بيتكرر بيتجسد حتى لو احنا مش قاصدين. وعندي كمان قلة النور والهواء، شبابيك مقفولة، ستاير تقيلة دايما، نور ضعيف، وكأن البيت في عزلة عن الدنيا. النور مش بس كهرباء، النور حياة، والبيت اللي ما بيدخلوش الشمس بيفضل محمل بطاقة تقيلة. الإهمال في النظافة، مش بس عدم النظافة لكن التراكم والكسل وتأجيل الترتيب. النظافة مش رفاهية، دي احترام للنعمة، والنعمة لما ما تحترمش بتقل. عندي كمان الخناق المستمر وعدم السلام، بيت كله توتر، صوت عالي، خصام، زعل. حتى لو الرزق موجود مش بيكمل، لأن الراحة جزء أساسي من البركة. سابع حاجة نسيان ذكر ربنا جوه البيت. مش شرط عبادات تقيلة، لكن اسم ربنا ما بيتقالش، ولا شكر ولا دعوة. البيت اللي بيخلو منه الذكر بيخلو منه الطمأنينة، والطمأنينة هنا أساس أي خير. وفي الآخر مش كل فقر سببه قلة فلوس، ولا كل طاقة سلبية سببها عين أو حسد. أحيانا إحنا اللي بنضيعها وبنصنعها بعادات بسيطة، لو اتغيرت كل حاجة تتغير معاها. البيت اللي بيتنضف من الكركبة والقلب اللي بيبقى نضيف من الشكوى، ربنا بيفتح لهم أبواب ما كانتش في الحسبان.